بالعيون نظمت المديرية الجهوية للثقافة وبشراكة مع مركز آفاق وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير، وتنسيق مع كل من ماستر الدراسات الصحراوية الإفريقية بجامعة ابن زهر بأكادير والجامعة الإسلامية بمينيسوتا أمريكا فرع السنغال، ندوة دولية حول التصوف الصحراوي المغربي وامتداده الإفريقي. الندوة أطرها أساتذة باحثون مهتمون، تفاصيلها في متابعة محمد مصطفى خيا وعبد الله محمودي. اتخذت هذه الندوة الدولية كموضوع التصوف الصحراوي المغربي وامتداده الإفريقي، وركز خلالها المتدخلون على مجموعة من النقاط تتركز أساسا في كون المغرب مهدوء الحركة الصوفية منذ القدم، كونه شكل بوثقة صوفية ومشتلا للعلم لما كان فيه من مراكز ذات إشعاع علمي وروحي، حيث يعد البحث في حركة التصوف المغربي في علاقة بالبلدان الإفريقية هو بحث في تراث مشترك وفي العلاقات الروحانية لهذه المجتمعات. شو المدارس التي تغزو وكائنة في القارة الإفريقية لها مرجعية وأصل من المغرب، ولعل إطار التاريخي الذي أبرزه السادة المتدخلين في هذه الندوة الدولية أكد على الدور الطلائعي الذي مارسه المغرب عبر التاريخ وإلى حدود اللحظة في مجال الأمن الروحي ومجال تعطير روحي للفارقة في دول أفريقيا شقيقة. تأتي هذه الندوة الدولية عقب إصدار ذي مرجعية محكمة لتناول موضوع التصوف الصحراوي في الصحراء المغربية وامتداده في العمق الإفريقي. فنحن نعلم جميعا من خلال الدراسات المختلفة من الناحية الأنثروبولوجية والتاريخية والإثنوغرافية، وكذلك من خلال الاطلاع بالمصادر التاريخية التي تحدثت عن دور تطور الإسلام وانتشاره في السودان الغربي أو في بلاد إفريقيا بعموم العموم، أن هذا التطور كان هناك جانب فقهي وهو جانب علمي ومعرفي، ثم هناك جانب صوفي يخاطب وجدان الإنسان. ومن أهم المحاور التي سلط عليها الضوء خلال هذه الندوة الدولية خلاصة الفكر الصوفي عند الشيخ عثمان بن فود من خلال مؤلفه أصول الولاية وشروطها وبيعة علماء التصوف بالصحراء وللسلاطين العلويين، إلى جانب محاور أخرى كلها تركز على التصوف الصحراوي المغربي وامتداده الإفريقي. ركزنا على الدور الكبير الذي قام به مشايخ التصوف بالصحراء المغربية من خلال حثهم على ضرورة العناية بالتربية وبالسلوك وتزكية النفس والعمل من أجل إصلاح الشخص وإصلاح ذاته وأن يكون صالحا فاعلا في المجتمع. علم التصوف يعتبر كذلك ثابت ضمن الثوابت الدينية للمملكة المغربية، ولما لهذا الثابت من أبعاد ودلالات وامتدادات سواء في الأقاليم الجنوبية أو المستوى الإقليمي أو القاري. هذا ما حاول سلة من الدكاترة والأساتذة الباحثين شكر الله جهدهم العلمي مقاربته بمواضيع متعددة مختلفة من خلال صيغتين حضورية وعن بعد. وكانت تشغل هذه الندوة الدولية قد شهدت توقيع الكتاب الجماعي المحكم الدولي لموضوع هذه الندوة وتقديم خلاصة منه ونبذة عنه للمشاركين ضمن هذه الفعاليات.